السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل صينيه كنافه سهله جدا. هنحشيها مهلبيه المانجا وهنسقيها كمان عسل مش شربات. تعالوا بقى نسمي الله ونشوف عملنا الصينيه الجميله دي ازاي. معايا هنا نص كيلو كنافه، فتفتها كده وفتفتها من بعض بالشكل ده. بعد كده هجيب سمنه وهرش شويه كده واقلب السمنه كده مع الكنافه لحد الكنافه معايا ما تتشرب كلها بالسمنه. بالشكل ده خدت معايا حوالي كوبايه سمنه. بعد كده هعمل مهلبيه المانجا. معايا كوبايتين عصير مانجا، وعصير المانجا هنا صافي من غير اضافه ميه او حاجه. كنت حاطه الكوبايه ودي الكوبايه التانية، والسكر حسب ما تحبي. ولكل كوبايه عصير مانجا هضيف معلقتين كبار ممسوحين نشا، يعني هحط 4 معالق. وهقلب المكونات كلها الاول مع بعض على البارد، وبعدين هرفعهم على البوتاجاز. رفعتها على النار، هفضل اقلب فيها. هي زي مهلبيه اللبن العاديه، بس بدل ما بنحط لبن هنا حطينا عصير مانجا. اول ما بتتقل معايا كده في التقليب وبتظهر الفقاعات كده وانا بقلبها، يبقى كده المهلبيه استوت وهطفي على كده. بعد كده هجيب صينيه وهدهنها بالسمنه كويس قوي، وهضيف نص كميه الكنافه بالظبط، واسويها في الصينيه واضغط عليها كده علشان تبقى متماسكه مع بعضها. بعد كده هضيف المهلبيه واساوي المهلبيه وتكون في نص الصينيه، يعني ابعد عن طراطيف الصينيه، اسيب حته كده علشان المهلبيه ما تخرجش من الكنافه. وبعدين هضيف باقي الكنافه على المهلبيه. تمام كده. وبرده اضغط بسيط كده واساوي سطح الكنافه، وهرش على الوش كده معلقتين سمنه. فرن يكون سخن، وهدخل الصينيه على الرف الوسطاني على درجه حراره 200. ممكن الكنافه تستوي فوق وتحت مره واحده، وممكن تحتاجي انها لما تستوي تحت تطفي الفرن وتشغلي الشوايه الوش بس يتحمر بالشكل ده. لما لقيتها استوت من تحت قلبتها على صينيه، ويعني رديتها تاني للصينيه ودخلتها الفرن، ما شغلتش الشوايه، وبقت بالشكل الجميل ده. وهي سخنه تسقيها بقى شربات كنافه. انا عندي هنا عسل، فهسقي الكنافه بالعسل. طبعا انا طافيه الفرن بس هو لسه سخن، يعني هرد الصينيه بقى للفرن لحد ما احس كده ان الكنافه اتشربت كميه العسل اللي انا حطيتها. خلاص كده الكنافه اتشربت العسل. تعالوا بقى نشوف ايه الاخبار. بصوا شكلها من جوه. تعالوا بقى نشوف من جوه كده شكلها ايه. بصوا اهو ده شكلها. عايزه اوريكم برضو الصينيه شكلها من جوه. بصوا شكلها من جوه. يا رب النهارده الوصفه البسيطه دي تكون عجبتكم، وانتظرونا ان شاء الله بفيديو جديد. وما تنسوش الاشتراك في القناه.